يا خويا مرحبا بك. اليوم خونا جانا من الجزائر. رانا عند خوتنا التوانسه في كراج بريجستون. الله يبارك ما شاء الله، الثقه والنصيحه والبري والسومه وكل شيء، خدمه ما شاء الله ينصحوا. عاش خويا. الثقه ما تحكيوش، روحوا عنده. عجبك السوق؟ بعينيكم غمضين. كيف ما كتشوفوا هذا مواطن جزائري بغى يبدل البنوات ديال طوموبيلته، اضطر يمشي خارج الجزائر باش يبدلهم، لانه في الجزائر ما كاينش بنوات ديال الطوموبيلات، وغادي نقولوا علاش. البري امباطابل في تونس، والسيرفيس راني درت بارتو هنايا في الحمامات، ما كانش بري خير من تاع هذا. سيرفيس رابيد، بدلوا لي العجلات في 4 في ربع ساعه. ايكيليبراج راهو من عنده، يدير فيه من عنده، اللي يبدل البنوات عند حبيبنا ايكيليبراج راهو من عنده. خويا مرحبا بك. البنوات دوريجين، ميشلان، كونتينونتال، كل شيء موجود. راهو عنده كل انواع العجلات، اللي يحب يجي يركب مرحبا به عند خونا. عاش خويا، يعطيك الصحة. اذا اخوان، كيف ما شفتوا هذا مواطن جزائري مسكين بغى يبدل البنوات ديال طوموبيلته. البنوات ما كاينين في الجزائر، الرواد ديال الطوموبيلات ما كاينينش في الجزائر، لانه تم منع استيرادهم. الدوله منعت انه الشعب، الشركات تجيب البنوات ديال الطوموبيلات من خارج الجزائر. وكون غير كانت الجزائر كتقدر زعما تصنعهم، نقولوا كاين تصنيفات يحافظوا على هذه الصناعه في الجزائر وكذا، ما تيصنعوش في الجزائر بنوات ديال الطوموبيلات، ما كاينينش، فما كيصنعوهم، ما تيخليو الشعب يستوردهم. هادشي خلق ندره. البنوات ديال الطوموبيلات قلالوا بزاف، وحتى يلقاو المواطن الجزائري تيلقاهم بواحد الثمن مرتفع جدا، مضروب في 4 ولا في 5. وكتكون الجوده ماشي بالشكل اللي بغاها. هادشي يدفع مجموعه من الجزائريين باش يمشيو اولا يوليو يسافروا خارج البلاد يبدلوا البنو ديال الطوموبيل. تخيل معايا عايش في واحد البلاد، الا بغيتي تبدل الرويده ديال الطوموبيل خاصك تسافر خارج البلاد، خاصك تقطع الحدود. غير تخيل معايا. وفين؟ في واحد البلاد اللي عندها البترول والغاز، واحد البلاد اللي عندها البترول والغاز ومداخل مهوله ديال البترول والغاز على مدار السنه. فين كتمشي هاد الفلوس؟ الكثير منكم الان كيتساءل. البنوات ديال الطوموبيلات ماشي حاجه اللي صعيبه، علاش ما يخليهمش يستوردوا البنوات ديال الطوموبيل؟ علاش هاد التضييق كله؟ كنعتقد اكثر من سبب. السبب الاول هو انهم خايفين على ان الاحتياطي من النقد الاجنبي ديالهم ينقص، فباغيين الاحتياطي من النقد الاجنبي يخليوه، باش من بعد يخرج عن مجيد تبون داك الحوارات الصحفيه ديالو يقول لهم عندنا اكبر احتياطي من النقد الاجنبي في المنطقه وبدعاير الدول الاخرى. زعما راه انجاز. وراه ممكن اي بلاد دير بحال الجزائر ويكون عندها احتياطي ديال النقد الاجنبي اكثر من الجزائر. عبر شنو؟ عبر خنق الاستيراد، وخلي الشعب يوقف في الطوابير، وخلي الشعب ما يلقاش داكشي اللي محتاجه، ويبقى واقف في الطوابير، وتكون ندره وترتفع الاسعار، وهذا الشيء يزيد من التضخم. سهله جدا. النقد من الاجنبي من المفروض يكون في المقام الاول في خدمه الحاجيات ديال الشعب، ديال الشعب. داكشي اللي ما كتنتجوش البلاد يتم استغلال النقد الاجنبي في انه يستوردوه للشعب ببساطه. اما باش تزير الاستيراد ومن بعد تخرج تقول انا عندي احتياطي كبير من النقد الاجنبي، ما درتي حتى لعبه. ومن بعد هذا هو السبب الاول، باش يخرج من بعد يقول لهم عندنا احتياطي كبير من النقد الاجنبي والدول المحيطه ما عندهاش بلا بلا بلا. من جهه اخرى باش يلقاو فلوس يصرفوا على البوليساريو. دابا هذا مواطن جزائري ملي بغى بنو ديال الطوموبيل ما لقاش في السوق، ملي سول الدوله علاش ما عندناش العمله الصعبه، عندنا شويه ديال الاحتياطي من النقد الاجنبي ما غاديش نخسروه، خصك تصبر معنا. فالمواطن الجزائري ما عندهمش العمله الصعبه. ولكن البوليساريو اللي صيفطوها مثلا تشارك في القمه ديال التيكاد في مشاركه فولكلوريه، مشات المسؤولين الكرتوني في مشات البوليساريو مشاو في طائره رئاسيه جزائريه، فلوس الجزائر. غيمشيو تما الاوتيلات 5 نجوم فلوس الجزائر. الدعايه اللي كديرها الجزائر صالح ميليشيات البوليساريو في بعض البلدان بفلوس الجزائر. ايضا الميزانيه اللي كتصرف في البوليساريو، ميزانيه الدوله كيصرفوها البوليساريو بفلوس الجزائر او بفلوس الجزائريين. يعني البوليساريو هذا الشيء كله راه كيدفع بالعمله الصعبه، ما كاين غير الدولار والاورو كيتخلص به الجزائر على البوليساريو وعلى الدعايه اللي كديرها البوليساريو. يعني البوليساريو عندهم العمله، عندهم احتياطي من النقد الاجنبي، ولكن الشعب الجزائري لا، ما عندنا. اسمع لينا، انت غا جزائري، انت وقف يماك في الطابور عادي، مالك غادي تبدل بنو ديال الطوموبيل سير لتونس. انا بعدا كنفكر هذه القضيه ديال المواطن في شي بلاد باغي يبدل بنو ديال الطوموبيل خاصو يهاجر، كتجيني غريبه، كتشدني الضحكه. هذا السبب الاخر. سبب اخر هو انهم باش يبقاو يجمعوا في الاحتياط النقد الاجنبي، يلقاو يشريوا الخرده ديال روسيا. وهنا ماشي غير على قبل الحرب او على قبل انهم خايفين المغرب ودول اخرى تطالب باراضيها المسروقه من قبل النظام الجزائري، بل ايضا باش الجنرالات يامنوا ذاك العمولات اللي كينهبوها باسم صفقات عسكريه. كياخذوا رشوه عمولات باسم صفقات عسكريه اللي كيديروها، هادشي تيامن لهم فلوس صحيحه.
اموال طائله يتم تهريبها خارج الجزائر. فخصهم يخليو احتياطي من النقد الاجنبي لهم هما ولوليداتهم اللي تيقراو فرنسا ويقراو هنا ولهيه باش ياخذوا هما داك الرشاوى ديالهم. فهذه الاسباب اللي تخلي الجزائر اليوم ما فيهاش ماشي غير البنوات بل ايضا منتوجات اخرى الشعب الجزائري محتاجها. وهذا المنع او تقييد استيراد العجلات هو اللي ادى للكوارث اللي شفناها. ظرف اسبوع 3 ديال الشاحنات اللي انحرفت على الطريق، واحده منهم تثبت في كارثه واللي هي حافله واد الحراش، وماتوا جزائريين في واد الحاره عزكم الله. علاش؟ لان الكبرانات باغيين يخليو العمله الصعبه ما يستوردوش قطع الغيار، وراه ماشي غير العجلات، حتى قطع الغيار بورور ممكن ما تلقاش في الجزائر ما كينتجوه ما كيصنعوه ما كيخليهم يستوردوه. شحال من طوموبيله غادا في الجزائر غير هكذا. الجزء الاكبر اليوم من العربات اللي كتحرك في الجزائر عندها مشكل في البنوات، عندها مشكل في قطع الغيار. وجزء كبير من قطع الغيار اللي كتدخل الجزائر المهربه هي مقلده او سيئه التقليد كاع، وكتسبب في كوارث على الطرقات. فاليوم الحياه ديال الجزائريين ولات مهدده، الجزائريين كيموتوا، ما بقاوش كيوقفوا غير الطوابير، ولاو اليوم الطوابير ديال الموت في الطرقات بسبب ان الكبرانات باغيين يخليو الفلوس يصرفوها على ميليشيات البوليساريو. لذلك انا دائما كنربط بين ميليشيات البوليساريو وكل الكوارث التي تحدث في الجزائر، لانه بالنسبه لي ما يحدث في الجزائر من كوارث هو نتاج لاهدار اموال الجزائريين على مجموعه من الملفات اللي من المفروض لا علاقه للجزائريين بها، منها ملف الصحه المغربيه. الجزائري من المفروض ما عنده حتى علاقه بملف الصحه المغربيه، ما عنده حتى علاقه بهذا النزاع هذا، وفلوسه كتضيع عليه، فلوس اللي كان ممكن تنقذ لهم حياتهم. الفلوس اللي خسرات اليوم على بن بطوش وجماعته الانفصاليه الارهابي، فلوس صحيحه تصرفات على الزياره ديال هاد القيادات الكرتونيه والبوليساريو اليابان باش يشاركوا في قمه تيكال. غير داك الفلوس اللي مشات اللي غتمشي في الطائره الرئاسيه اللي غديهم وتجيبهم، ايضا الفلوس ديال الوطيلات اللي غتخسر عليهم، الرشوه اللي عطاوها لدول بحال جنوب افريقيا باش تعاونهم يضمنوا مشاركات البوليساريو في هذا الاجتماع هذا، زيد عليها الفلوس صحيحه اللي تحطات كدعايه، صحف ومقالات هنا وهناك ومساحات كتشرى، فلوس اللي تعطات لجون بولتور مؤخرا، وزيد وزيد وزيد. هذه الفلوس كلها باعتقادي كان ممكن تكون تصرفات في بلاصتها، كان ممكن تمشي، يكون من الحظ انها تمشي لصيانه ذاك الحافله، ماشي تغييرها، على الاقل صيانتها، وانهم يلقاو يبدلوا لها غير البنوات. فكان 18 جزائري اللي ماتوا، يمكن 18 جزائري كانوا غيكونوا على قيد الحياه. صحيح ما حصل هو قضاء وقدر، ولكن ما يمكنش انسان يتلاح من السطاح من طبقه 57 ملي غيتوفى يقول لك قضاء وقدر، لانه عندك دماغ باش تفكر فيه. الجزائريين المفروض عندهم فلوس وعندهم دماغ، كانوا يفكروا بدماغهم ان الفلوس اللي غتمشي على بن بطوش، اللي غتمشي على قبل البوليساريو، نبدلوا بها هذه الشاحنات، هذه الحافلات، نصلحوا بها هذه الحافلات باش ما يموتوش الجزائريين. ولكن هما فضلوا اهدار على البوليساريو وخلاو الجزائريين كيموتوا في واد الحار، ومن بعد لصقوا الجريمه كلها بغاو يلصقوها للسائق المسكين، لانه هو يحاكم بتهمه ما عنده حتى علاقه فيها، في حين المذنب والمجرم الاصلي اللي هو عبد المجيد تبون وشنقريحه وباقي الكبرانات اللي معاه وحتى بن بطوش ينعمون بالحياه بين قوسين الكريمه باموال الجزائريين هم وابنائهم. نلقاو فيديو قادمه مباشره. الله والاخوه في راسكم، ما تنساوش اللايك والتعليقات في راكم. جاءكم السلام عليكم.